السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الكرام، أهلا وسهلا بكم في قناة العمدة تيفي. وفي ايجار يا لاعب الزمالك، نادي الزمالك وجه له الشكر. حصل ان نادي الزمالك كان طلب من اللاعب بعد ما لعب مباراه بتروجيت امبارح انك تقعد شويه معانا، احنا محتاجينك تقعد حوالي 10 ايام معانا تكمل اختبار فني بقى وبدني والكلام ده كله. رفض، قال لهم لا انا عايز قرار قبل انتهاء 48 ساعه. قالوا له لا شكرا مع السلامه، وانتهى الموضوع خلاص. وفي ايجار يا مشي اتقفل الملف ده تماما بالنسبه لنادي الزمالك. رؤيه ثانيه لنادي الزمالك عشان يخلص من سامسون، ما هو الزمالك مش عارف يخلص من سامسون. سامسون بياخد 615 الف دولار في السنه والزمالك مش عايزه، وهو قال لك انا مش ماشي. يمشي يروح فين؟ يمشي يروح فين نادي ممكن يدي لسامسون 615 الف دولار؟ مستحيل هتلاقي ده، ومن عاشر المستحيلات مش من رابع المستحيلات. فالزمالك قال له طيب بص تعالى احنا هنديك جزء من مستحقاتك الماليه اللي هم 615، هنديك جزء منه ونقسط لك الباقي لغايه نهايه السنه. لغايه نهايه السنه منتظرين بقى نادي الزمالك رد سامسون. لو وافق خير وبركه، مع السلامه يا عم سامسون، وادي جزء اهو وهنقسط لك الباقي. طب ما وافقش وقال لك انا ملتزم بعقدي مع نادي الزمالك وهكمل مع نادي الزمالك، طبعا ليه؟ لان عقده مع الزمالك بالنسبه له خيال، وهم يعني. انا كان عندي معلومه ان سامسون بعض الانديه اللي لعب لها كان تقريبا ب 15000 دولار او حاجه كده، يعني انا مش عارف ايه الارقام الفلكيه دي، انا مش عارف. يعني لعيب بالامكانيات دي بياخد 615000 دولار؟ طيب دي حاله. طب نفترض اللعيب ما وافقش، الزمالك هيحطه بقى في قائمه الانتظار، بس هو مش هيمشي، هو مش هيتحرك، هو عايز فلوسه، ياخد فلوس يا اما هروح اشتكي. يعني دلوقتي بقى خلاص كله فتح عينيه على حته لو ما خدتش فلوس اروح اشتكي. طبعا على فكره جوميز قال ان الونش يروح مع الفرقه ابو ظبي مباراه السوبر، طلب ان الونش يكون موجود. لا الونش بعيد لسه، عشان بس ما تفتكرش ان الونش هيكون موجود هنا، لا الونش لسه بعيد، قدامه حوالي شهر او 3 اسابيع قبل ما يدخل تدريبات جماعيه، لكن هو عايز الونش يبقى متواجد مع الفريق.